وصل السيل الزبر. هذا نظام ديال الشميت. هاد الناس اللي كيروجوا الكراهيه واللي كيتهمونا وخدامين في الجزيره جزائريين، شنو دارت معاهم القناه الجزائريه؟ علاش بان مع عبد الصمد؟ والله حتى غيوقع في الجزائر انفجار، وبيني وبينكم اخوتي وهاد القناه الايام حتى غيوقع انفجار. والله ينعلبوها خدمه اللي كان فيها غا الدل وفيها الوطن، الله ينعلبوها خدمه. بالعكس هو دخل التاريخ من بابه الواسع، دابا يتفتحوا له الابواب. دابا عبد الصمد علاش كنقول خطاب السلاقط، خطاب الشميت اللي لحقاش قصتونا كاملين. خوتي المغاربه حياكم الله اينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. النظام ديال الشميت، نظام الشميت. ما عمري المغاربه هضرت بهذا الاسلوب، ياك ما عمري هضرت بهذا الاسلوب. كنعتذر الله عز وجل يسامحني على هذا الاسلوب هذا، كنعتذر للوطن على هذا الاسلوب، كنعتذر للملك على هذا الاسلوب، لان الملك سبق له قال ما نهضروش مع الجزائريين بشي لغه ماشي. ولكن يسمح لي جلاله الملك، مكره اخاك كما يقال مكره اخاك لا بطل. يعني بعض المرات الانسان راه بشر، لحم ودم ومشاعر، كنضعفوا حتى انا بشر. وفي القران راه الله عز وجل اللي هو خالقنا كيهضر على كيوصف الفاسق يعني، ولكن كيكون كيستحق عباره الفاسق. فانا اليوم اختاريت هذا العنوان نظام الشميت. ما عمري هضرت بهذا الاسلوب، بالعكس كريت العصا على دفاعي على الجزائريين. يكون خطاب معهم مزيان ويكون خطاب اخلاقي وفاء لذاك التوجيه الملكي واحترام لاخلاقنا وقواعد المهنه والصحافه. حتى نهار اللي درت حلقه على السي تبون في قناه ديال الجزيره حرصت ندير البدله الرسميه والكرافطه، كنخاطب رئيس دوله رغم كل الصعاب ورغم كل الاختلاف عندنا معه، ولكن باش نعربوا حنا الصحفيين كنحترم. ولكن من تشوفوني قلت نظام الشميت عرفوا راه وصل السيل الزبر. هذا نظام ديال الشميت. كنعتذر الله قلتها، وكنعتذر للوطن، وكنعتذر للملك، وكنعتذر حتى للجزائريين الشعب بالملايين، ولاد الناس ومؤدبين ومثقفون، وفيهم ناس لا عمرهم دار، وفيهم ناس خاوه. حنا باقا تنقولوا خاوه عمر. وكاين النظام اللي حاكم اليوم نظام ديال الشميت. لان يقدر واحد الانسان جزائري يغلط فيك شي بودن ولا شي بورجل، يقول فيك شي كلمه كتقول هذاك عا رجل ولا بو ما نعرف شي مصيبه كحله، ما نعرف ما فاشل في الحياه، دوزوا له شي مصاريف ولا سخنوا له شي صفحه ولا قناه، تقدر تقول معليش. ولكن ملي كتولي السفاله والنجاسه والدعاره خطاب ديال دوله، اسمحوا لينا اخوتي المغاربه حتى حنا بنادم. الشميت هذا نظام. انا دابا اقتنعت هذا النظام. الشميت وصلوا للسلطه في الجزائر، الشميت وصلوا الى الحكم في الجزائر. لحقاش منين كتوصل تعاير المغاربه المغربيات بالدعاره وتجمعنا في سله واحده، اسمح لنا ملي خصوصا يكون خطاب دوله. الشميت براش الدوله مهما كان كتبقى عندها لياقه، كيبقى واحد شويه النضج. هذا نظام ديال الشميت في الجزائر. هذه قناعه والله اخوتي كنقولها من قلب. انا دوزت الحبس في المغرب وتجرحت. انت كصحابكم انا كما كيقولوا طابور خامس ولا جايب شي قوال ولا باغي شي ريع ولا ندبر ولا كنتبيضق، نكون كنشمو غير يدينا وكنقول الحمد لله ما عندنا والو. تحت الارض فوق الارض منفيين معلقين رجلينا. مثلا تنقول عاش الوطن، وطن اولا واخيرا. والوطن ما ديال كما نقول شي عباره ديال حتى واحد. المغرب راه ما ديال حتى شي واحد. توصل تعاير المغربيات بالدعاره وقناه راس. انا والله ما عمري شفت هذا الفيديو. مشيت كنقلب اليوم عبد الصمد ناصر حبسوه من الجزيره. علاش؟ كنبحث حتى كنلقى عبد الناصر داير الفيديو معلق لك هو دار تدوينه كيدافع على المراه المغربيه في النظام ديال الشميت. نظام الشميت. غتسمحوا لي اخوتي المغاربه نشوف هذا الفيديو هذا المستفز اللي عاد شفتو دابا واللي افقدني صوابي. وسمحوا لي على التعابير اللي كنهضر بها، والله اخوتي لا محرج. وسمحوا لي الجزائريين وهم بالملايين خرجوا في حراك سلمي يعبروا على حضاره ونضج وثقافه. سمحوا لي اخوتي الجزائريين، سمحوا لي وحطوا راسكم في هذا الموقف. الا قلت على المراه الجزائريه عندها كان ممكن دابا انا نمشي نقطع والله ما ننزل هذه السفاله، حيت انا عارف النظام الجزائري خصو هذا التوتر. في الاخر غنجي في الحلقه نقول لكم علاش دار هذا الفيديو النظام الجزائري شنو خلفيته، وغنقول لكم بانه اللي فاتك بليله فاتك بحيله. النظام المغربي فايت النظام الجزائري بليالي، اذا فايته بحيل. النظام المغربي واعر، عندنا عليه مؤاخذات. انا كنقولها بعض وماشي نظام ديمقراطي 100% وكاينه بعض انا نمشي معكم. ولكن اللي قلتي لي المهداوي قال لي لا النظام المغربي واعر على الجزائر بزاف وكاين ادله. الشيعة الملك باش كيقول لهم خاطبوا هذيك راه كتسمى النظام عارف شنو كاينه في الطنجره ديال الجزائر وعارف الوضع غينفجر.
النظام ما بغاش يعطيهم ديك الفرصه، حيت الشحن والمواجهات باغيها النظام الجزائري، كيحمق على المواجهات والسبان. هادشي علاش تفشلت البال. انا غنجي لكم لهذا الشيء علاش نشوفوا بعد هذا الوسخ اللي خلاني انا ما كنتش شايف هذا الفيديو، والله ما عمرني شفتو، حتى كنمشي نقلب كنقول وي سمعوا النظام. لقد حان وقت الحساب بالنسبة للمخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والفساد والرذيلة، دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. احنا الدولة ديالنا كتعرضنا في سوق، الدولة ديالنا كتعرضنا. ما عمر شي نظام في تاريخ البشرية وصل لهذا النوع من الحقارة والدناءة. هادو عبراش اللي كيحكموا وعلى السلاقط، الله يتسلاقط، اقسم لكم بآيات الرحمن. كنحترم راسي وكنعرف كنقول هذا نظام ديال السلاقط، هذا نظام ديال السلاقط، هذا نظام ديال السلاقط. هذه صافي قناعة عندي، مع احترامي خوتي الجزائريين، ما تستحقوش هذا النظام، عارفكم عظام، والله ما تستحقوا هذا النظام بالله. هذا نظام ديال السلاقط ديال الشميت. حنا كنعرضوا بناتنا النظام كان في سوق الجنسية. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. ودولة مخدرات، بمعنى بحال المخدرات عندنا ما كاينه زعما عادي بيع المخدرات في الشوارع الدنيا هانيه، ما كاينش الناس في الحبس في اباطره المخدرات بعضهم، ما كايناش بعض المره كنحجزوا كاميونات، ما كاين حملات ضد المخدرات، ما كاين اجراءات في القانون ديالنا، ما كاينه لا جرائم لا تنصيص على عقوبات ضد المخدرات، لا دوله ديال المخدرات. زعما الدوله بقى عوايدها. شوف كيفاش كيصور لك. وحنا والبنات كنعرضوهم في المغرب، ما كاين لا طالبات لا فقيه لا استاذات لا قاضيات لا بنات الناس لا زعما المراه. شوف شحال على الاقل واحد 15 مليون امراه. باش كنقول لكم نظام السلاقط، نظام ديال الشميت. هادو الشميت وصلوا للسلطه في الجزائر، هادو السلاقط، هادو هما السلاقط. هذا نظام ديال الشميت ونظام ديال السلاقط. ولكن النظام المغربي ها واحد البوجور ديالو، لن ينجر لديك النظام المغربي عايق وفاهم هاد الترقيط، شنو هي الابعاد ديالو، شنو هي الخلفيات ديالو. انا غنجي لها في الاخر. شوف عاد النظام السلاقط قال لك النظام حنا هاد المخدرات ودوله فاسده، وحنا ما كاينش دوله وعلى المخدرات. شوف هما ديمقراطيين. لقد حان وقت الحساب بالنسبة للمخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والفساد والرذيلة، دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. احنا مخدرات وفساد وما كاينش دوله، ما كاين والو حنايا كاع. علاش مشدود عندكم 34 جنرال تشوم؟ مالهم؟ كانوا في الحج جاو شديتوهم؟ كانوا كيصليو وجمعتوهم ولا كانوا في المقاومه الفلسطينيه وجاو؟ فين كانوا؟ هما اللي فاسدين. 34 كاين شي دوله مشدود فيها 34 جنرال. علاش مشدودين؟ وفاش مشدودين؟ علاش؟ لانهم ديال التوفيق. هما اللي كانوا شادين، هما حتى عباد الله هما اللي كانوا مسؤولين على الاعتقال ديال توفيق ولا ديك المشاكل اللي تعرض لها توفيق وعباد الله ديالو. صافي طلع له الحكم عباد الله، تصفيه حسابات. واخا دابا نتوما دوله انا نعطيكم واحد، دابا نتوما دوله ياك، حنا دابا مخدرات وما كاين والو صورتونا. نبداو بهذه. تبونا مزور جابوه العسكر. ما قالوا هادو ماشي موريتانيين، نوريكم ماشي الفلبين، هادو راه الشعب الجزائري. تبونا مزور جابوه العسكر، ما كاش الشرعيه والشعب الحرر هو اللي قرر دوله مدنيه. تبونا مزور جابوه العسكر، ما كاش الشرعيه والشعب الحرر هو اللي قرر دوله مدنيه. تبونا مزور جابوه العسكر، ما كاش الشرعيه والشعب الحرر هو اللي قرر دولة مدنية. في عشرات المدن الجزائرية هادشي. تبون مزور جابوه العسكر. عندك تقول لي عارف التصريح معزول؟ لا نعطيك شي مدينة أخرى وما بقاش غادي بزاف. تبون مزور جابوه العسكر، ما كاش الشرعية والشعب الحرر هو اللي قرر دولة مدنية. الشعب الحرر هو اللي قرر دولة مدنية.
مزور، جابوه العسكر. انت مزور طبعا مخدر، انت مزور. شكون يقولها؟ وشهد شاهد من اهلها واهل مكه ادرى بشعابها. تبون مزور، جابوه العسكر. الشعب هو اللي غيقرر، دوله مدنيه. تبون مزور. واش هادو شكون هما؟ الفلبين، سنغافوره، الجزائر. كاين شي عنوان وشي شاهد على انه مزور اكثر؟ هذا مخابرات ارهابيه والمافيا العسكريه. يا قلتي انت دوله، قلتي على المخدرات والفساد. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. واسمع الملايين، شحال بغيتي نبداو بهذه الاولى؟ مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. مخابرات ارهابيه تسقط المافيا العسكريه. ما قالهاش واحد جوج ثلاثه اربعه، هذا الشارع الجزائري. فين مشاو هذا الجزائريين؟ ما بقاش بقى العسكر، المافيا ما بقاش، المزور تبون ما بقاش مزور. هنا باش تعرفوا علاش كيصعدوا معنا في التلفازه والدعاره والحرب واسرائيل. ها هي، هذا هو الواعر. مخابرات ارهابيه، مخابرات ارهابيه. مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. منين جابوا هذا الشعور وهذا الموقف كون ما كانش بناء على واقع مادي؟ باش هو الجزائري غامر بوجهه. علاش زعما مخابرات ارهابيه؟ كون ما كانوش شافوا اعمال ارهابيه للمخابرات. المافيا العسكريه كون ما شافوش افعال المافيا العسكريه. وما تقولش هي وحده ولا منفرده، هاك ها هو بالالاف بالملايين. ها مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، تسقط المافيا العسكرية. ها هو عندك انت القرقوبي والحشيش، عندك بنادم صايق الطيارة ومقرقب. شكون اللي اختار المغاربة، القرقوبي ولا الحشيش؟ حنا عندنا الحشيش، حنا عندنا الحشيش، عندنا صحيح ايه، ولكن ما عندناش شرعنا ديالو. اللي حصل راه كيودي، كاين بعض التواطؤ، كاين بعض التقاعس، كاين بعض التقصير، ولكن راه ماشي بطوله الدوله غتجيب فاط الحشيش غيتقطع بواط. راه كاينه منطقه وكاينه اكراهات تاريخيه وكاين معالج، كاين مجهودات كديرها السلطات. ولكن حنا شكون اللي اختار؟ حنا كنقولوا الحشيش خطير خطير ويجب ادانته وابعاد. والقرقوبي شكون اللي اختار؟ اكثر دابا الناس شكون سببنا حنا غرقوا لنا ولادنا في الحباسات قدكم نتوما؟ شكون اللي غرق لنا بلادنا؟ شكون اللي بلا لنا الدراري ديالنا؟ مين كيدخل القرقوبي يقولوا يدخل من وجده، من الجزائر. شكون اللي وباقي التهريب؟ شكون اللي اختار اخوتي؟ عمركم سمعتوا شي واحد كماشي جوان وذبح مو؟ واش عمركم شفتوا شي واحد كماشي جوان ولا الحشيش خطير كيضر مولاه، ولكن بالعكس الحشيش كيكالمي، تتولي خواف ومكالمي. القرقوبي كيمشي يغتصب اختو ولا مو ولا يقتل البشر. شكون اللي ادانا قدكم نتوما؟ ومع ذلك حنا في التلفازه عمرنا نقول عليكم بهذه الطريقه بحال هكا ماشي حشومه. هاك ها العسكر واحد منك تيقول لك الحشيش والقرقوبي وسط الجيش الجزائري. ها هو جزائري ماشي فلسطيني ولا هو جزائري. التلويثات والمخدرات والمؤثرات العقليه. تخيلوا خوتي انه داخل في العالم التقني كاين افراد تقنيين يبريباري لك طياره وهو مسطول او هو كالي الكاشيات. هذه حاجه منتشره كثير في القواعد الجويه العسكريه في الجزائر تحت نظر القياده وتحت علم القياده، لانه حتى القياده كاين فيهم اللي يتعاطى المخدرات ويتعاطى الكحول. هو القياده ديال الجيش كتعاطى المخدرات والقرقوبي. وهذا الشيء هذا جزائري. يلا حنا دوله فاسده وما عندناش، وانتم دوله زوينه وغزاله. وعلاش كيضربوا في البيض تبون؟ وعلاش تبون الشارع عليك مزور؟ خرجتي لبرا ها البيض ها يلا تبون مزور. والعسكر ما كانش الشرعية والشعب تحرر. شو البيض كيضرب المغاربه؟ شوفوا البيض في تبون. تبون مزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. يلا شكون كيجري عليه تما؟ المغاربه ولا التوانسه؟ الجزائريين. واش عمركم شفتوا تبون في شوارع اوروبا كيتصور معاه شي واحد؟ واش عمركم شفتوا تبون كيتصور مع شي واحد ولا مجموعه له؟ هو كيضرب كل بيض. ياك انت كتقول حنا دوله وانت دوله ديمقراطيه ملي انت شرعي وغزال وقوي حنا خايبين، وماش ما تخرج تصور في اوروبا؟ ورينا شعبيتك. هاك ها الملك محمد شوف
تبوا المزور جابوه العسكر. تبوا المزور جابوه العسكر. وواحد كيضربوا البيض وواحد كيتخافوا عليه يتصوروا معاه وكتقصد ليا في ديك القناه ديالك. اش ما قال لك اذا كان بيتك من زجاج لا تضرب الناس بالحجاره. اذا كان بيتك من زجاج لا تضرب. انت يا نظام بيتك ماشي عا بالجاج، بيتك اهون من بيت عنكبوت. وفي الاخر غنقول لكم علاش كيديروا هذا الشيء. انا بغيت علاش قلت لهم نظام السلاقط ونظام الشميت حيت قاس المراه المغربيه وهضر علينا به. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. سمحوا لي نظام السلاقط والشميت. شنو هي علامه السلقوطه المغاربه والشماته؟ سمحوا لي اليوم وانا عندي جمهور كنوقروا وغنهضر بهذا المستوى. في نظركم شكون هو السلقوط؟ تعرفوا شكون اكبر سلقوط واكبر شماته؟ هو اللي كدير معاه معامله الخير وكيرجعوا لك بمزود. هذا هو الشماته والسلقوط. تصور المقاومه الجزائريه حنا احتضناها. محمد الخامس عورض عليه ياخذ القناه ساوح السبيضه وكل هذيك الاراضي تندوف والله تكره. قال لهم لا، الكفاح ودعم الكفاح للجزائريين ومن نسالي غنتفاهم مع خوتي. في الاخر تسيبوا علينا. محمد الخامس مشى للامم المتحده وكيدافع على الجزائر. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة. الحسن الثاني مشى ولكن السلاقط هادو اللي وصلوا السلطه دابا السلاقط الشميت هما مادام داروها في قناه ديال التلفاز. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. هادو الشميت والسلاقط حيت السلقوط ديما ما كيعقلش على الخير. هو سلقوط ما عندوش قيم. تيقول لك ابو طيب المتنبي اذا انت اكرمت الكريم ملكته واذا انت اكرمت اللئيم تمرد. اللئيم هو السلقوط هو الشماته. دائما اللئيم واحد الكائن هو داير هكاك تيرجع لك الخير بالشر حيت هو لئيم غدار. اذا انت اكرمت الكريم والاصيل والفاضل ملي كدير فيه الخير عمره ما يهز فيك العين كتولي ديالك. اما السلقوط والشماته واللئيم بالعكس. دابا حنا درنا الخير وقفنا معاه. شوف كيفاش ولات دابا العداوه. يصوروا لنا امهاتنا وعيالاتنا المغربيات الشريفات العفيفات. ما عندناش الدعاره. كاينه الدعاره وحده جوج ثلاثه اربعه ما كيمشوش للحبس اللي كيتشدوا. ولا كانت ظاهره قويه غنشدوا كلشي في دقه. كيما شي واحد كيتصور ليا كيسحب له الصباح يفيق الفساد. حنا كندعوا الدوله تحارب الفساد يوميا وباقا ولكن ما عندناش داك الوهم بوطونه يصبح المسؤول بواقشيهم كاملين. عمليه راه خصها دعم وخصها صراع وخاص راه ماشي سهل. الفساد ماشي كون كان الفساد شخص راه ساهل معاه. الفساد راه بنيه فيها اللي مهنه وكاين مجهودات ديال الدوله كديرها. حنا كنعاونوا في هذا الاتجاه ولكن ما نجيش نقول للمسؤول انت مسؤول فاشل. علاش خاصك لا غدا في الصباح افتح الحباسات هو حبس الدوله بحال هكا كتعالج. ولكن ملي باش نقولوا حنا الدوله وكلاء الملك في المغرب كاملين والقضاة كاملين كيشوفوا الدعاره وساكتين. واش هذا مستوى؟ هذا مستوى ديال التسطيحي ديال داك اللي ما قارينش تولي دوله في التلفازات ديال هذا الخطاب هذا. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. علاش كنقول خطاب السلاقط خطاب الشميت اللي لحقاش قصدونا كاملين. تقدر تدير واحد الروبورتاج دار على شي حاله ولا جوج بشي طريقه ما كاين باس وحنا نهضروا عليكم. كاين باش تقول المراه النظام كلنا جمعتونا في سله واحده. هذا التسلقيط هذا الشميت. هذا نظام الشميت. اذا انت اكرمت الكريم ملكته واذا انت اكرمت اللئيم تمرد. حنا كنقولوا بالدارجه المغربيه انا باللحم الفم وبالعود العيني. حنا احتضنا المقاومه وسكناها وتكرفسنا عليها ودعمناهم ولكن هم ردوا لنا الخير بالشر. النظام ديال الشميت ماشي الشعب الجزائري الاصيل. زهير بن ابي سلمى في الجاهليه شنو قال؟ ومن يجعل المعروف هو الخير والجميل ومن يجعل المعروف في غير اهله يكون حمده عليه ذما فيندمي. ومن يجعل المعروف في غير اهله اذا درتي الخير في شي واحد ما يستاهلوش يكون حمده عليه ذما
فيندمج كيولي كيقلب عليك. هذا واش قلت لهم النظام ديال السلاقط، النظام ديال الشميت. شنو قال هذا السيد هذا عبد الصمد ناصر اللي داروا معاه هاد، شنو قال؟ بعدا بالمناسبه هاد النظام السلاقط، شوفوا حنا عم زوار قال كلمه في الحراك السلمي الجزائري كلفوا موقعه على راس نقابه البترول. شوفوا النظام المغربي كي داير، النظام المغربي كيفاش حنا النظام المغربي كنقولوش راه ديمقراطي 100% وما عندناش عليه، راه يوميا كننتقدوا، المغاربه كينتقدوا الاحرار نهضر، ودوزنا تجربتنا الاليمه بلا ما نجبدوها. حنا ماشي هذا هو ولكن ملي قلتي لي المهداوي ما رايك في النظام، ماشي حيت انا مغربي والله كنت بوركينا فاسو، سير جيبوا اي واحد يقول لك لا علاقه بالنظام المغربي مع النظام الجزائري، لا علاقه. وحتى المقارنه خطا، اذا حيت قال لك الشاعر اذا قلت ان السيف خير من العصا الا ترى انك قد هنت السيف ان قلت ان السيف خير من العصا. لا مجال للمقارنه، لا مجال. النظام عنده 7000 قرن مع ما نبغيش نقول شي كلمه لحقاش كنبغيش حيت كنخاف نجمع الجزائريين. كنهضر على النظام ديال السلاقط، نظام الشميت اللي قاس المغربيات. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. اسمح لي ما بقاتش الاخلاق مع دابا غادي نجاوبكم. حنا الملك محمد السادس قال لك نهضروا معكم بالادب. شوف شي الفرق بين الاسره العريقه الحاكمه، راه كاين فرق، كاين تقاليد، وبين السلقوط اللي تيكون عام ملقط ولا عطاح بالسقف. حيت المأصل مأصل، ملي كتكون اصيل كتكون عندك لغه ديال الاصاله وعندك اخلاق الاصاله وكتبقى كبير، ما عمرك ما كتبقى تصغيور. ولكن اللي ماشي اصيل هو اللي كيولي سلقوط، كيولي شماته، وكيولي سمحوا لي المغاربه وسمحوا لي الجزائريين، سمحوا لينا، حيت اللي اصيل. حيت في المغرب تحكم اسره عريقه اصيله عندها جذور، لا حدود، كاين البروتوكول، كاين الاخلاق، كاين التدب، كاين عمرها ما تنزل لهذا المستوى ديال الدناءه في التلفاز. حنا عا باترونا ماشي حتى التلفازه، عام زوار بعيد، ما هو ميدي ان تي في، ما هو لا ماب، ما هو دوزيم. قال له وما قال والو، قال له عس، قال له دخل سوق راسك تهلا في راسك، ترى دوله هذه الشريف، كاين حراك. شباط قال لها كلمه في موريتانيا باقص ناس، كاين ناس واخا فيه نقاش، ولكن دوله كاين صراعات، كاين كذا، كاين قضيه مطروحه، كاين السياسه كدار. هذا نظام خارج كيهضر معنا بحال شي شمكار شوشع ولا شعشع ولا جايبين واحد المصيبه كاع ما عرفتش. كان نظام شعشع، نظام شوشع والله. وداك شعشع ولا شوشع كنظن هذاك كنظن ما يديرش هذا الفيديو، هذاك المواطن ما يديرش هذا الشيء. هذا نظام الشماكريه، والله حتى نظام الشماكريه. شوفوا الملك محمد السادس كيقول عليكم، هذه مهمه المغاربه نذكروا بها. اما فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربه بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا. عمركم سمعتوا شي مسؤول جزائري يهضر هكا ولا قال الله ينعس الشيطان ولا ما شفتوا؟ عمركم؟ بالعكس ما عمرني شفت شي مسؤول في حياتي بحال التنقريحه قال لك المغرب عدو، قال علانيه. واش هذا نظام اخوتي المغاربه؟ واش حدانا نظام؟ واش حدانا نظام؟ دايره مصيبه كحله. نشوفوا عبد الصمد اش قال لنا هذا القيام عليه. عبد الصمد كيقول هذا نموذج، شد داك الفيديو ديال المسخ ديال الوسخ ديال الشمايت وقال لك هذا نموذج صارخ لفجور اعلام نظام الجزائر. وشنو بغيتي يقول؟ ما يهضرش ولا نظام فجور الاعلام ما فيها تعيب. التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم المغرب بالسفاله، راه مغربي. واش بغيتي تصرخوا مشاعر الوطنيه ولا واش في الوطن كاين الحياد؟ دابا انا خدام مع شي قناه ولقيت شي واحد كيسب لي المغرب، كيفاش زعما؟ ياك ما تزوجتيني مره ولا بغيت ناكل العدس في داري القناه تقول بغيت ندخل هكا تتبعني حتى في داري اش كندير فيها الطواليط؟ غتقول لي كيفاش ندخل للطواليط ولا ما نهضرش انا على المغرب ولا واش قلت لك في القناه؟ التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم المغرب بسفاله. دابا انا مغربي في شي ارض وشفت واحد التلفزيون كيهضر على المغربيات عاهرات. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. وغادي ما نكتب لا في فيسبوك لا في تويتر لا في نبقى غادي ساكت، انا خدام مع واحد القناه ندير واش هاد القطريين دابا اللي داروا هادشي واش بعقلهم ولا شنو هادشي؟
بسفاله ويتهم الدوله المغربيه بكل نداله. فين هو دابا؟ عطوني شي حاجه قالها هنا خايبه. ويتهم الدوله المغربيه بكل نداله، راه اتهام بنداله، والاتجار بعرض شرف النساء المغربيات. اي فجور غير المسبوق هذا، واي وضاعه هذه يا عديم الاخلاق. وراه عديم الاخلاق هذا شنو دار؟ واش دعا الارهاب؟ واش دعا شي ارهاب؟ واش شد الرئيس ديال تبون وبدا كيسب فيه مثلا، نقولوا صفحته كاين شي سبان؟ والسيد كيوصف ماده وسخ ماشي ماده. بئس الاعلام، اعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون. ومالك قطر؟ مالك؟ شنو دار هذا السيد زعما هذا اللي 26 عام وخدام معكم وترتبوا بهذه الطريقه زعما الاهانه زعما؟ ها هو شوفوا هذاك جمال رياني اللي سب الملك ولا سأل الملك ودار استطلاع رأي شكون اللي يكون مع القدس، لجنه القدس نحيدوها الملك محمد السادس. هذا جمال ريان فلسطيني الاردني الجنسيه. يلا شنو قال هذا؟ نقراو شنو قال. هو خدام في القناه بعد تطبيع نظام المغرب والتحالف مع الكيان الصهيوني ضد قضايا الامتين العربيه والاسلاميه، ومنها قضيه دخل هو عرف التحالف من اجل القضيه الاميه. فهل تؤيد سحب رئاسه لجنه القدس من النظام المغربي؟ زيد الى دول عربيه يشهد تاريخها مواقفها مشرفه تجاه القدس، فلسطين مثل الجزائر. دابا خلي الشعب الجزائري بطل قبل البلاء الحسن في القضيه الفلسطينيه ولو بمسيره. عمري ما كنهضر على الشعب الجزائري عقلو خاوه. النظام الجزائري هاد تبون وشنقريحه وصحابه عطيوني شي تضحيه، صيفط شي فلوس شي نهار مثلا ديالو، مشى شي تعتقل، ساهم مثلا في شي مقاومه مسلحه لفلسطين، دخل في شي ناغور، حفر شي انفاق مع فلسطينيين في شي بلاصه، تشد شي 4 ايام في سجون اسرائيليه هو ولا شنقريحه. شنو كنلقاو شنو داروا زعما؟ شنو داروا؟ ايوا كيديروا المسيره في الجزائر، كنديروا المسيرات في المغرب على فلسطين. حنا صيفطنا المستشفيات لفلسطين، النظام لجنه القدس، والمغاربه بعضهم تقلق وتيقول لك حنا خصنا المستشفيات بعضهم، والنظام هكاك قال فلسطين ودعمها. شنو بغيتي يدير لك زعما دابا تخيل هذا؟ دابا انت صحفي في القناه بديتي كدير استطلاع الراي وكتنتصل لطرف دون طرف اخر. اش قالت الجزيره؟ اش قلتي السي قطر؟ القناه الجزيره شوفوا شنو قال في واحد جمال ريان هذا اللي كان واحد المره هاجم الملك. النظام العسكري الجزائري الذي قتل من الشعب الجزائري 100,000 في العشريه السوداء يدافع عن نظام بشار الاسد الكيماوي قاتل الاطفال. قلت واعيدوا على مسامعكم الانظمه العسكريه اكبر خطر على الشعوب. هذا كان كيقول هذا الشيء عن النظام الجزائري واحد الوقت. النظام العسكري الجزائري الذي قتل من الشعب الجزائري 100,000 في العشريه السوداء يدافع عن نظام بشار الاسد الكيماوي قاتل الاطفال. من بعد شنو غيدير؟ هو يتقلب علينا، داروا معاه شي مفاوضات. شوفوا علاش كيولي كيدافع على الجزائر. شوفوا شنو قال في الاول. من بعد ولا كيقول لا انكر دعمي من طرف النظام الجزائري. لا انكر دعمي من طرف النظام الجزائري ماديا ومعنويا في الوقت الذي تتسابق فيه اغلب الانظمه العربيه والتطبيع. حكام الجزائر مدون مدوا يدهم لي مرارا وتكرارا لمواصله الكفاح والدفاع عن القضيه الفلسطينيه، ولا يسعني سوى ان اشكرهم على كل ما قدموه لنا كاعلاميين مدافعين عن الاقصى. جمال ريان ها هو لا يوجد اي خلاف بيني وبين اداره قناه حول التغريده. يلاه قال لك كنقول اللي بغيت. عبد الصمد واحد اللحظه شاف هذا الشيء ديال كتب عليه قال له اتهام المغرب بانه مكن الصهاينه بالمال والسلاح لقتل اهلنا في فلسطين بدون دليل او سند جريمه في حق الشعب المغربي والدوله وتدخل ضمن جرائم الالكترونيه التي يجب ان يسأل ويحاسب عليها صاحبها امام القانون، كما انها ترويج لمشاعر الكراهيه. هاد الناس اللي كيروجوا الكراهيه واللي كيتهمونا وخدامين في الجزيره جزائريين شنو دارت معاهم القناه الجزائريه؟ علاش بانوا مع عبد الصمد؟ وقولوا لنا علاش بالكم مع عبد الصمد؟ علاش كتسكتوا على التدوينات ديال فيصل دراجي؟ شحال ديال التدوينات فيصل دراجي كيضل يسب في المغاربه، كيضل يسب بلا حدود، كيتهمنا. علاش ما درتوش مع فيصل دراجي كيعيش يسب فينا؟ وها جمال ريان عيش يسب فينا وسأل الملك محمد السادس. ملي كانت الازمه عندكم مع دول الخليجيه السي تميم نناقشوا مع امير قطر المحترم، لان ما وقع عنده هذا الشيء خصو الدوله تتدخل. امير قطر شكون اللي نشط لك بعد الدعوه ديال كاس العالم قد المغاربه والدعم اللي كان حنا اللي نجحنا لك كاس العالم في قطر، المغاربه بجمهوره بلاعبيه وزينا الراس ديال العرب عاليه، وحنا اللي جينا عندك فكينا الحصار عليك ديال صراعك مع السعوديه والامارات رغم كل العلاقات التاريخيه اللي عندنا مع السعوديين والمشاريع والثقل ديالها. والمغرب ما فكرش في داكشي، جا عندك ما بغاش المغرب الحقره وعاونك طائرتين يعاونك المغرب، وجا عندك الملك تل تما. وعلاش خدعتوا اليوم قطر ولات ملحقه ديال النظام الجزائري وجا الجزائر؟
علاش؟ واش هذه من الشيام انت بنتي السي تميم قطر، السي تميم، وهاد القناه غترجعوا لها هذه بديل. انا من الناس اللي احتفلت بامير قطر، عجبني داك السلوك اللي دار مع ماكرون وداك الاخر ملي بغى يسبقوه. وباقي دابا كنفتخر بامير قطر لان داك السلوك فيه الهيبه، فيه الدوله. ولكن هذا السلوك هذا شنو هذا السلوك هذا؟ كيفاش تهانوا المغربيات وصحفي ما يكتبش زعما تويتر على امه وطنيه، على المغرب مشاعر وتقاصت المغاربه كاع. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. ما يكتب والو زعما وتجي هكا تعيط. وماشي اول مره، واحد المره عبد الصمد كتب الجمهوريه الوهميه. حيت علاش كاينه ما كيتسمى دوك القوى الناعمه. دابا الجزائر وجنرات خدامه بالتويتر خدام. ايوا هذه الجزيره، هذا عبد الصمد الاخر الدراجي كيكتب، هذيك بن قلنا كتكتب، ريان كيكتب خدام تا هو معاهم. ايوا واحد نوحيد مغربي تا هو تيكتب عادي وفي تويتر. شنو داروا له؟ عيطوا له قالوا علاش كتبتي الجمهوريه؟ قال لهم هذاك ودي رايي معاك. قال له غتحيدها. عرفتي اش داروا له المغاربه؟ حيدوه من الحصاد. بقيتو كتشوفوا في الحصاد عاقبوه. هاد المره الثانيه كتب هذه، وصلتني الاخبار عيطوا له تعال غتحيد هاد التدوينه. قال لهم ما نحيدهاش. غتحيد هاد التدوينه اللي كتبتي عليها. قال لي ودي راه شوفوا الماده راه فيها المغربيه. قال له غتحيدها بضغط من النظام. والسفير ديال الجزائر في قطر دخل تما بقوه، ضغطت الجزائر بغازها ولا بثروتها ولا شوشان. وشكون هو المسؤول الرئيس ديال عبد الصمد؟ هو جزائري. شي 3 الجزائريين ولا 4 نفذوا في قطر. قطر اللي كنا كنعتبروا قناه الجزيره قناه العرب وديالنا وصوت العرب، صوتنا كاملين، تحولت الى صوت الجزائر، صوت العسكر الجزائري. عيطوا له قالوا له هاد التدوينه، قالوا غتحيدها، سير الله يعاونك، فسخوا معاه، جراو عليه 26 عام ديال الخدمه. والله ينعلبوها خدمه اللي كاين فيها الدل وفيها الوطن، الله ينعلبوها خدمه. بالعكس هو دخل التاريخ من بابه الواسع. دابا يفتحوا له الابواب. دابا عبد الصمد يفتحوا له الابواب. دابا اللي يطلب هاي يمشي لاماب، يمشي يدير شي قناه في التلفازه اللي بغى، وعلى تشرف عند بلادك، وعلى انتصرتي للوطن ديالك، على انتصرتي. شنو بالعكس بان بطل. هذا هو الصحفي الواعر، الصحفي اللي ما عندوش اخلاق وطنيه وما عندوش مشاعر. وهذا صحفي هذا كان يخسر دينه ودنياه. بالعكس انتصر لصوت الحق، انتصر لصوت الوطن، صوت الحكمه. بالعكس دابا وي عبد الصمد نجمو في عيوصال. بالعكس درتو عطيتوه كادو كادو كبير. انا فقط كنسول قطر علاش درتو معنا هكا؟ هاد الطائرتين، ها الملك جا عندكم، ها نشطنا لكم كذا، ما كنتعيبوش معاكم. زعما علاش المغاربه كيبان لكم حيط قصير ولا كيفاش؟ زعما السي هاد المسؤولين. انا ما نهضرش مع تميم ماشي قدو، هذاك امير وحاكم وكل احترام ليه والتقدير. نهضر مع هاد المسؤولين ديال قطر هادو ديال التلفازه. زعما ماشي عيب وعار. تبغي المرأة القطرية يقول لك شي وحدة عاهرة والدعارة. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. واش تقبلها انتم المسؤولين ديال قطر؟ تقبلوها؟ غنختم معكم ونقول لكم واحد الحاجة. هاد النظام ديال الشميت، هاد النظام السلاقط، نظام السلاقط، دعاء السلاقط، والله مولد الحرة. الشيء الاصيل ولد الحره والشيء ولد البطن العربيه، البطن اللي هي بطن عربيه ولا بطن امازيغيه، هاد الجوج تيكون مأصل وكيرضع واحد البزوله الحليب نقي. والله ما عمرو يسيء المراه العربيه والامازيغ، واخا يكون كيختلف كيكون عنده اخلاق. السلقوط ماشي المصالح ولا شي هذا، هادو السلاقط هما اللي كيسيئوا الابرياء والبريئات الغافلات. هذا نظام ديال السلاقط. ونظام السلاقط علاش كيدير هكا؟ دابا نجيكم الفيديو علاش داروه، نعطيكم الخبر. اولا لانه نظام سلقوط، حيت اشخاص اللي كيحكموا دابا سلاقط. هذه السبب الاول، حيت هما سلاقط. هادشي علاش تحولوا للمغرب. العامل الثاني شنو هو؟ حيت هذا النظام ديال السلاقط هذه هي اللي بغيت المغاربه يعقلوا عليها. وخوتي الجزائريين اللي ما تستاهلوش هذا السلاقط، نتوما واعرين. هذا النظام ديال السلاقط المشكله ديالو وهذه حيت هو كيعيش بالريع. اي حكام باش يستمروا خاص تكون عندهم شرعيه باش الشعب يرضى عليهم. مزيان كتكون الشرعيه الدستوريه
المشروعيه عاوتاني مع الشعب. هاد الشرعيه هي الشرعيه ما كاينش، وعاد المشروعيه ما كاينش. اش كيدير لك نظام السلاقط كيعد راسو مطور؟ الا بغى يستمر وبغى يتخلص من المطالب الاجتماعيه ومن داك الناس كيكون شي 100 مطلب بحال دابا الحراك. نظام السلاقط عارف عنده الحراك وعارف الناس غير رجعوا الكورونا دخلتهم، كي غادي يستمر؟ خصو دائما نظام السلاقط يدير جوج حوايج. اما كيعيش على الذاكره، المليون شاهد وكنا وشاركنا، هذا هو الريع، تيعيش بالذاكره، ما عندوش هو ما يقدم، تيجبد لك الذاكره كيقتات بها. كاين العمليه الثانيه، كيخلق لك عدو في الجيران قومي. علاش؟ باش يأجل المطالب والإصلاحات الداخلية. كلشي كيتكمش، كيقول لي الأمن مقابل الغاز، الأمن مقابل كذا العصا. هذه هي اللعبة. حيت هذا النظام السلاقط اللي حيدتي له هذه اللعبة مع المغرب غيلقى راسو في مواجهة الشارع يخرج له. هو ما عندوش شي حل باش يبقاو الجزائريين في بيوتهم ويتعايشوا مع آلامهم ويشوفوا الثروة كتنهب وهما ساكتين ويشوفوا الظلم ويشوفوا الحباسات. خص جو ديال الخوف. وباش يمكن لك تصنع الخوف وتقول راه كاين حداك المغرب، اسرائيل جايه، فرنسا جايه، الحرب عندك، واي واحد غير يقولوا الخيانه والتواطؤ. هكا نظام السلاقط كيقدر يحكم الجزائريين بلا ديمقراطيه ويبقى مفطح في الثروات ويبقى عايش مفطح. نظام السلاقط هذه لعبته، كاين حتى شي حاجه اخرى. شتي المغرب دابا الفرنسيس ماكرون يسب فيكم، تقول لك المغرب فرنسا تلاقاو مع اسرائيل. كاين شي علاقه مزيانه بين المغرب بين اسرائيل بعدا وبين فرنسا، وتا المغرب دابا على مستوى كاين شي علاقه بين المغرب وفرنسا مزيانه دابا زعما 100% سمن وعسل. قال لك المغرب اجتمعوا اسرائيل وفلسطين، هذه اللعبه ديال الحرب والتخويف حتى هو كيستحمروا كيستغباو الشعب الجزائري، والشعب الجزائري اذكى. دابا السلاقط هذا هو اللعبه ديالهم، خاصهم التلفازه والفساد والمخدرات وكيستفزوا المغرب. ما كرهوش يدخلوا مع المغرب في شي حرب. عرفتوا علاش؟ ماشي لحقاش هما قويين، والله ما لهذا السبب. تيقول لك اللهم الحرب ونبقاو في الكراسي، ولا حرب الشارع يخرجوا لنا الجزائريين. تبون مزور جابوه العسكر، هذا الشعار كيستفز تبون. شنقريحه تيقولوا المافيا، المخابرات ارهابيه، المسؤولين واش يحملوا هاد الاصوات؟ اللهم يسمعوا الصوت ديال المغرب وهذا والحرب. هذا قالب، اسمح لي المغاربه، هذا هو اللعبه. كون كانوا هاد الناس دابا انت شنقريحه ما تقدرش تطلع حتى في الدروج وخلي شي شاب يحكم. فين هما الشباب العسكر ديالكم؟ فين هما الطاقات؟ علاش فيما كان شي شارف كيحكم تما في الجزائر؟ علاش ما عمركم شفتوا شي واحد صغير في الجزائر حاكم، شي شاب؟ ما عمركم. حنا بعدا على الاقل كنشوفوا من ولي العهد الشاب شويه كنعيشوا معاهم مراحل، ما كاين باس. انت اي حاكم كطلع هكا تيبان لك شارف. علاش؟ السؤال علاش ما كتثقوش الشباب الجزائري؟ وفيه طاقات، في العسكر كاين طاقات، في البوليس كاين طاقات، عدد من الطاقات في الجزائر. علاش ما كيوصلوش للسلطه؟ علاش غير الشراف اللي مسيطر على السلطه؟ وعلاش هاد النظار ومتابعات؟ وعلاش هاد الجنات كيمشيو عندكم الحبس ولا كيكملوا حياتهم في السبيطارات ولا في المستشفيات ولا كله في عايش؟ فين هو نظام المتابعه ديالو دخلتوه فين؟ وفين هو التعذيب اللي كانوا قالوا ديك المره كيقطعوا لهم باللحم؟ خوتي المغاربه، ما غاديش نطول مع هاد السلاقط فهاد الشيء هذا. يسمحوا لي، النظام المغربي نظام ذكي، لا ما غينجرش. حيت النظام المغربي، انا نقول لكم واحد الكلمه ونختم بها، حنا المغاربه واعرين. كنهضر على الحكم في علاقه بالسياسه الخارجيه، واخا كنعطيو بعض الملاحظات، ولكن بالمجمل انا النظام المغربي عايق بان الطنجره غتفرقع في الجزائر. علاش النظام المغربي مكون؟ انا ما نقولش النظام المغربي يدير شي رد فعل، والله ما نقولها له، غنكون غبي. حيت النظام المغربي، حيت كاين واحد البيت الشعري تيقول لك اصبر على مضض الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. اصبر على مضض الحسود، اصبر. هما دابا النظام الجزائري ما كيشوف النظام المغربي واخا كاين استقرار، كيفاش تعالجنا كورونا، كيشوف مثلا البنيه التحتيه، الحسد. تيقول لك اصبر على مضض الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. العافيه دابا العافيه الا ما عطيتيهاش التبنات شحال قد تبقى شاعله؟ النظام المغربي مطور عايق بان غيوقع انفجار، والله حتى غيوقع في الجزائر انفجار، وبيني وبينكم اخوتي وهذه القناه الايام حتى غيوقع انفجار. ماشي انفجار مفهوم، لا انفجار. حيت مشاو داك الجزائر جات كورونا ومكالمين، دابا النظام كيضحك عليهم بهذا الشيء. المغرب اسرائيل، ما اسرائيل هو غيفرض علينا النظام الجزائري العلاقات والاجنده الدوليه عجل البارح هو غيقول لنا حنا وسط المغرب نقدروا نناقشوا التطبيع، هذا النقاش داخلي ديالنا وصحي، ما عندنا مشكل. وتا الدوله متاسعه صدارها، اللي بغى يقول شي حاجه مرحبا في المغرب كنناقشوا. اما انت كدوله كسلاقط انت غتجي الامه المغربيه العريقه 12 قرن تقول لي مع من تصاحبي، مع من تربطي العلاقه، الحدود.
النقاش ديال ما كاين لا عالم، ما كاين الامم المتحده، ما كاين لا المجتمع الدولي، كيضحكوا على الشعب الجزائري. العصابه الحاكمه ما عندهاش شي لعبه الا المغرب كتلها بينا، عندها مشكل تصالح مع اسرائيل، والله العصابه الحاكمه تتصاحب مع الشيطان ومع بنيامين نتنياهو. عندكم المغاربه، عندكم صحابكم حنا كنرضعوا صبيعتينا، واش هادو عندهم شي اخلاق؟ واش اللي يهضر في المراه المغربيه عنده شي فلسطين، عنده شي قضيه، عنده شي مله، عنده شي تاريخ، عنده شي وهذا الشيء رانا خرجتو. عندكم صحابكم حنا كندفعوا في الجهاد هذاك، انا ما نطيحوا في التوتير. لا، النظام المغربي عارف اش كيدير، عارف ان النظام الجزائري غيتفرقع وما باغيش يعطيه هذه الفرصه. خليه بوحدو، حيت النظام الجزائري كيقلب على المغرب ماشي خايف منه، المغرب عايق به خليه بوحدو كيطيب على خاطر وكيخليه يغلط ويشهد عليه العالم. واليوم ها هي واحد الوثيقه تشهد على حقاره هذا السلاقط باش تقيس المراه المغربيه. دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أبنائها وبناتها في سوق السياحة الجنسية. حي الله المرأة المغربية، حي الله الرجل المغربي والطفل المغربي والشيخ والمغاربة، وحي الله الجزائريات والجزائريين الأحرار ما أكثرهم بالملايين. والله يجعل ربي يهز عليهم هذا السلاقط، والله يجعل ربي يفك عليهم هذا الشميت. كنشكركم وإلى اللقاء.